بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هسوي معاكم ديك رومي. ديك شمورت كده صغير، كنت مربياه وطلعت ذبحته ونضفته ورحت غسلاه بمية وملح وليمون، وفضلت نقعاه كده لحد بس ايه ريحة الزفارة ما تطلع منه ويبقى نضيف. ما شاء الله بصوا اهو من بره ومن جوه بقى فلة، ما بقاش فيه اي حاجة. وبعد ما غسلته كده تاني، غسلته بالدقيق تاني ورحت نقعاه تاني في مية وملح وليمون برضو، وسبته كده بتاع ساعتين لحد بس ايه ما اتأكدت ان هو كده تمام. خدته وغسلته وشطفته تحت الحنفية وجبته بقى. هنشوف هعمل له خلطة ازاي. هسلقه الاول، انا مش هحطه في الفرن كده على طول. هسلقه الاول، اديله سلقة كده على النار من فوق، وبعد كده ايه ابقى ادخله الفرن. تعالوا شوفوا بس الطريقة معايا. ما شاء الله بصوا زي الفل، ما فيهوش اي حاجة، حتى المية بتاعته مية نظيفة وبيضة، مفيش ولا نقطة دم ولا اي سفة ولا اي حاجة، بقى زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هنا حلة على النار، سبتها المية تغلي كده وهنزل بالديك. هي دي اكبر حلة عندي، بس هو ما شاء الله ايه كان كبير عليها شوية، بس انا هقلبه يعني اهو. هو كده الجزئية دي هبدأ ايه اقلب فيه بعد كده. هنا معلقة فلفل اسمر بس صحيح مش ناعم، ومعايا كم حباية حبهان. وتفتحيه يعني ما تحطيش الحبهان صحيح، فتحيه بس كده عشان ايه النكهة بتاعته او ريحته تظهر. حوالي 5 فصوص كده حبهان، المهم تفتحيه وانت تحطيه في السليق. ومعايا كم ورقة لورا هحطها برضو معاه اهو. بس كده مش هحط حاجة في مية السليق غير بقى شوية خضار كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. كده هي دي التوابل اللي هحطها معاه بس. فلفل اسمر صحيح، و5 فصوص من الحبهان وورق لورا. ومعايا بقى شوية خضار تاني هحطهم عليه، هقطعهم مكعبات كده. بس عايزة ايه انزله في الحلة على قد ما اقدر. هروح بقى اجيب الخضار ونحطه عليه. هو كان المفروض احط الخضار الاول، بس انا ايه نسيت وحطيت التوابل، بس انا كنت مجهزاها يعني. هنا جزرتين مقطعاهم قطع صغيرة، ومعايا بصلاية كبيرة، ومعايا كام حباية طماطم كده أهو. كلهم مقطعاهم قطع مكعبات. بصل وثوم بصل وجزر وطماطم، واحطهم بقى مع بعضهم كده واغطي عليه. هو كمنه برضو شمرته صغير يعني مش هياخد وقت، هيستوي على طول. هسيبهم بس كده واقلب بس فيه عشان ايه يستوي كله، لان زي ما انتوا شايفين الحلة صغيرة، بما ان دي اكبر حلة في الطقم عندي، بس هو ما شاء الله كان كبير عليه. هنا بقى هشوفه لو استوى هحط له الملح واسيبه دقيقتين كده واطفي عليه. هو كده كان خلاص. عايزة تشوفي بقى التسوية انه استوى تمام، تشوفي منطقة الصدر بالسكينة كده وتنغزي فيه. استوى خلاص. هحط بقى الملح هنا معلقتين، حوالي معلقتين ملح، وهسيبه حوالي دقيقتين كده واطفي عليه. خلاص كده. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. تعالوا بقى نشوف الخلطة اللي هنعملها. انا ما خليتوش استوى جامد يعني، خليته بس ايه دخل في السوا، لان لسه هحطه في الفرن كمان. هنا بقى معايا بتاع 3 حبات طماطم وبصلتين كبار مقطعاهم برضو 4 تربع، والطماطم برضو مقطعها 4 تربع، وحبيتين من الفلفل الرومي، وحبيتين ليمون. حطهم في الخلاط كلهم واضربهم مع بعض.
ومعايا حوالي 5 فصوص من الثوم. كل حاجة بقى مقطعها 4 كده. وقرن فلفل حامي، ده بقى اختياري، عايزة تحطي حطي، مش عايزة براحتك. انا حطيت قرنين رومي وحطيت قرن حامي، وليمونتين مقطعهم 4 برضو، هنزل بيهم كده. وحوالي 3 طماطمية او 4 حبايات طماطم. خلاص كده هضربهم بقى في الخلاط كويس لحد ما ينعموا. اديهم كده خلطة وانزل عليهم بالتوابل بقى. معلقة كاري، معلقة كبيرة من الكاري، هي دي اساس الخلطة يعني. وبعد كده معلقة صغيرة من فلفل اسمر ناعم، حط عليه. ومعلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة كمان، ما تكتريش من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكمون. معلقة توابل، بهارات، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة ملح. هي دي التوابل. يبقى معلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكمون، ومعلقة بهار فراخ، ومعلقة ملح كبيرة. وهنزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهضربهم بقى في الخلاط مع بعضهم كلهم كده. اهو الديك بعد ما استوى كده، هنزل بقى الخلطة دي هلفها كلها كده عليه، مش هخلي جزء فيها ما يطولهوش الخلطة، ومن جوه ومن بره. اهم حاجة الخلطة دي تحطيها في كل مكان فيه، ما تسيبوهوش كده، متسيبيش اي حته. وهنقعه كمان فيها كده بتاع ساعة، يعني انا هسيبه كمان كده يشرب من الخلطة دي بتاع ساعة كده قبل ما احطه في الفرن. الطريقة دي على طول بعملها، وما شاء الله يعني محدش دقها من ايدي الا لو شكر فيها، وبتنفع في العزومات وبتسد يعني معي وبتشرف. اه انا بس بحب اسلقه عشان ايه، يبقى متأكدة من سواه على طول، لان الديك الرومي انتوا عارفين بياخد وقت. اهو هنزل بالخلطة كلها بره وجوه، مش هخلي اي حتة إلا لما ايه تشرب من الخلطة دي. هنا بقى مع التقليب، عشان الحلة كانت صغيرة، الورك دوت تحسوا انه اتفتح شوية، عايزة تلم بقى، هجيب ورق فويل واروح لماهم بيه، بحيث بس منظره يبقى ايه حلو كده. اهو وهسيبه اركنه كده بتاع ساعة، وارجع بقى اشغل عليه الشواية بس. هنا بقى بعد ما دخلته تحت الشواية، هو الجزئية اللي هي فوق ديت مش محروق، هي الطبقة بتاعت التوابل بس هي اتحرمش، لان انا ما وطيتش الشواية، يعني المفروض اهدي الشواية بس. لكن هو ما شاء الله ما اتحرقش، والله اكبر، كان طعمه زي العسل. بألف هنا وشفا يا رب. يا رب تعجبكم الطريقة، جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. وممكن تجربيها في الفراخ برضو.